مرحبا، اليوم بدي أعمل معكم كيكة التفاح المقلوبة بتشهي تشهاية. هي المقادير: أول شي رح أبلش بكرملة التفاح وبعدين بالكيكة. عندي 4 حبات تفاح، قشرتهم وقطعتهم مربعات، حطيتهم بالبان وبعدين حطيت عليهم نص كاسة من السكر البني الرطب، ربع إصبع زبدة ومعلقة صغيرة من القرفة، حطيتهم على النار. بعدين وطيت عليهم على أهدى حرارة بس اندمجت المكونات لمدة 10 دقايق بس. وبجات بايركس أو بأي صينية فرن بطنتها بورق الزبدة. للكيكة حطيت بيضتين، معلقة صغيرة من الفانيلا، نص كاسة من السكر خفقتهم كتير منيح، وبعدين نص كاسة من الزيت رجعت خفقتهم، نص كاسة من الحليب السائل، بعدين كاسة ونص من الطحين المنخول مع معلقتين صغار من البيكنج باودر. هون التفاح بعد ما صار تقريبا بحرارة الغرفة أو دافي خلينا نقول، حطيته بالبايركس اللي بدي حط فيه الكيكة، بساوي السطح تبعه، وبعدين بضيف له الكيك اللي كنا خالطينه. ضفته وسويت السطح تبعه، وطبعا أنا مجهزة الفرن على درجة حرارة 175 ل 180، حطيته بالفرن. وشوفوا هون بعد ما جهز، واو الريحة خرافية والكرملة على الأطراف بتجنن. خليه يرتاح تقريبا 10 دقايق، ما بدي اياه يبرد على الآخر بعدين ببطل تقلب معنا الكيكة. حررت الأطراف وبعدين قلبت الكيكة، شايفين كيف خرافية اميزنج المنظر والريحة، بتشهي تشهاية وما بخبركن على الطعمة. والتفاح كان عم بدوب ذوبان. هون قطعت قطعة من الكيك، شوفوا ما أحلاها. الوصفة بنهاية الفيديو. صحتين وألف عافية.